الله يسعد مساكم يا رب بكل خير. وصلني العديد من الأسئلة حول آلية إظهار العناصر في الخلفية، وهل من الضروري لحتى نظهر هاي العناصر في الخلفية انه نصور على كروما؟ بكل تأكيد إذا ما عندك الإمكانية لتجهيز الكروما بإمكانك تصور بالمكان يلي بيناسبك، ومن ثم بتقوم بإظهار العناصر يلي محتاجها في الخلفية. وطبعا مثل ما انكم ملاحظين الآن عم صور وفي الخلفية جدار طبيعي. خلونا نتابع مع بعض كيف ممكن نظهر العناصر المحتاجينها في الخلفية. طبعا المتعارف عليه انه نحن لما بدنا نفرغ المادة فهي لازم تكون مصورة على الكروما، يعني بهذا الشكل. كيف ممكن نحن نفرغها بشكل سريع؟ نتكلم بنروح لافكت، بنروح لفيديو افكت، وبنروح ناخذ تأثير الالترا كي بنضيفه على العنصر. بنروح لافكت كنترولز وبننزل للاسفل وبناخذ اداة القطارة من تأثير الترا كي وبنيجي لهون. بهاي البساطة تكون المادة عنا تفرغت بشكل سريع وبسيط. لكن اليوم بدنا نحكي نحن عن المواد المصورة بخلفية طبيعي بدون أي كروما. كيف نحن ممكن نفرغها ونظهر العناصر في الخلفية مثل ما أننا شايفين هلأ هون بهذا الفيديو. خلونا نجرب ناخد تأثير الألترا كي ونضيفه على العنصر ونروح للإفكت كنترولز ونجي نحاول نفرغه. شوفوا إيش اللي راح يصير. مستحيل إنه يتفرغ، تمام، لأنه مصور بخلفية طبيعي. خلونا نعطي تراجع. حاليا خلونا ناخذ نسخة للأعلى. النسخة هاي اللي في الأعلى راح أضغط عليها كليك يمين واختار Replace with After Effect Composition. فهو عم بيعطيني إنه وين بدي أسيف. راح أحطه مثلا على سطح المكتب، فراح يفتح عنا بالأفتر إفكت بهذا الشكل. إيش اللي هلأ حاليا بدنا نعمله؟ راح نضغط هون على شاشة العرض ضغطتين بهذا الشكل، راح يفتح لنا في لاير. راح نروح لهون للأعلى، نضغط كليك يمين ونختار الروتو براش تول ونيجي لهون نوسع في الماوس في الدولاب الخاص بالماوس، نوسع بهذا الشكل. حاليا نجي نرسم، نضغط ضغطة مستمرة. شوفوا ايش راح يصير. ظهر عنا خط للتحديد. راح نحدد العنصر اللي احنا محتاجين انه نفرغه. راح نجي لهون نوسع، مثل ما كنتم شايفين هون تم تحديدها بشكل نظامي. نجي بنحددها بهذا الشكل. طبعا اذا شايفين الحواف تبع الشعر هذا له شغل اخر. خلونا بس ننتهي اول شيء من التحديد بشكل نظامي لكامل الجسم. هيك حاليا بكون اكتمل عنا تحديد العنصر. طبعا نحن اذا صار عنا زيادات مثلا مثل هون، كيف ممكن نحن نشيل هاي الزيادة؟ راح اضغط الت، راح يصير عندي اشارة سالب، فبالتالي راح يتم اقصاء هذا التحديد يلي هو محدد. الامور تمام، تم تحديد كامل الجسم. لكن في هاي الحالة مثل وجود الشعر هون تمام على الاطراف، ايش نحن بنعمله؟ رح نطلع للاعلى ونضغط ضغطه مستمره على هاي الاداه، نضغط نحن على الاداه الثانيه وبنيجي لهون على الشعر، بنحدد بهذا الشكل، بنرسم. حاليا بكون اكتمل عنا التحديد. ففقط هلا حاليا ايش اللي نحن بنعمله؟ تمام، بنيجي لهون على هذا الخيار. طبعا هيك بكون انتهى تفريغ الفيديو. هلا حاليا فقط راح اعمل كنترول اس، راح اغلق الافتر افكت وانتقل لادوبي بريمير. فراح اجد الفيديو مفرغ. اذا اخفيت هلا الفيديو اللي بالاسفل فمثل ما كنتم شايفين فهو مفرغ بالكامل. طيب هلا حاليا كيف نحن راح نظهر العناصر خلف الفيديو؟ فقط راح ارفع الفيديو المفرغ للاعلى. راح نروح ناخذ اي عنصر على التعيين مثلا لنظهره بخلف الفيديو. راح أوضعه بالمنتصف.
أعطيناه سكرين. فمثل ما انكم شايفين حاليا خلوني مثلا أظهر كتابي. خلينا نكتب مثلا مرحبا بكم. راح أنزله للأسفل. حاليا نعدل شوي بالإعدادات. هي صارت بالخلفية مثل ما كنتم ملاحظين. بإمكاننا نحن نظهرها بالطريقة يلي نحن محتاجين أن نظهر فيها العناصر بهذا الشكل. خليني أحذف الكتابي، أخذ مثلا أي عنصر أوسع بهذا الشكل، راح أعطيه سكرين. فمثل ما كنتم شايفين ظهر من خلف الفيديو المصور من خلف الشخصية. ولهون بكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. يا رب تكون هاي المعلومات مفيدة لكم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.